عندي لك واحد السؤال وبغيتك تجاوبني بصراحه. ماشي شحال عندك في البنكه، وماشي شنو هي خدمتك، وماشي شحال من واحد متابعك في مواقع التواصل الاجتماعي. السؤال هو علاش كتفيق كل صباح؟ وشنو هو السبب اللي كيخليك تكمل في هذه الحياه؟ وشنو هو الهدف اللي كيعطي لحياتك معنى؟ حيت الانسان يقدر يعيش فقير، ويقدر يعيش وهو ما مشهورش، ويقدر يعيش واخا تكون عنده ظروف ديالو صعبه بزاف. لكن اللي صعيب هو ان الانسان يعيش بلا معنى. ويمكن هذه هي الازمه الحقيقيه اللي كيعانيو منها جزء كبير من الشباب ديالنا اليوم. شوف، الا شفنا في الواقع ديالنا غادي نلقاو واحد المفارقه غريبه وعجيبه. عمر البشريه ما كان عندها هذا القدر من الراحه والرفاهيه ووسائل التواصل والمعلومات، ولكن عمر القلق والاكتئاب والحيره والمشاكل النفسيه والضغط كانوا منتشرين بحال اليوم. علاش؟ لحقاش المشكل ماشي دائما في قله الوسائل، احيانا المشكل في غياب البوصله. الانسان اللي ما عارفش فين غادي، اي طريق مشى فيها غادي تضيعه. وهنا الاشكال اللي غادي نطرحوه، واش فعلا الشباب المغربي كيعاني من ازمه المعنى، ولا غير كنهضر وكنتفلسف بزاف؟ لا كنظن انه كاينين مؤشرات بزاف وكثيره اللي كتخلينا اننا نطرحوا هذا السؤال بجديه. وانتم كتلاحظوا معايا هذا الشيء، وممكن انت شخصيا تكون تتعيشه. كتشوف ان مجموعه ديال الشباب كيقضي ساعات طويله في التليفون. شباب كيتنقل من هدف لهدف، مره باغي يولي مؤثر، مره باغي يولي لاعب ديال الكره، مره باغي يدير مشروع، مره باغي يكسب مهاره، مره باغي يهاجر، مره باغي ينعزل على المجتمع كامل. والمشكل ماشي في تغيير الاهداف، المشكل ان بزاف ديال الشباب والناس ما عندهمش رؤيه واضحه للحياه. يعني ما عندوش خريطه اللي يقدر يمشي عليها. في القديم المجتمع كان يعطي للانسان تقريبا معنى جاهز واجد، انك غادي تقرا وتكبر وتكون اسره وتحافظ على دينك وتبقى منتمي للقبيله ديالك، وعندك مهنه ولا حرفه كتزاولها فيها، وكتكون عضو من المجتمع اللي انت عايش فيه. كان الفرد كيعرف شكون هو واشنو المطلوب منه. اما اليوم بزاف ديال المرجعيات ضعفت، في المقابل دخلت بزاف ديال الافكار جديده. كل نهار كتسمع كاين اللي تيقول لك ان النجاح هما الفلوس، وكاين اللي تيقول لك ان النجاح هو الشهره، وكاين اللي تيقول لك ان النجاح هو السفر، وكاين اللي تيقول لك ان النجاح هو تعيش بلا قيود. وهذا الشيء اللي كيعتبروه نجاح هذا هو المعنى اللي كيعيشوا من اجله هذا النوع ديال الناس اللي كيبارطاجيو هذه الافكار. وفي النتيجه مجموعه ديال الشباب كتلقاهم تايهين وسط هذا الكم الهائل من الرسائل ومن الافكار اللي كتجيهم من اشخاص كتبان كل الحياه ديالهم متناقضه. ومن بين العوامل المؤثره هي مواقع التواصل الاجتماعي. والمشكل ماشي في التكنولوجيا نفسها، المشكل في الطريقه ديال الاستعمال ديالها. الشاب ديال اليوم وانت منهم كيشوف بزاف ديال الحوايج اللي ممكن الجد ديالو ما شافهمش في حياته كامله. كيشوف الاغنياء وكيشوف المشاهير وكيشوف المؤثرين والسيارات والجزر والمدن والاحياء والدول والغابات والانهار والحيوانات والسفر والرفاهيه، لكن نادرا فين كيشوف تعب اللي مورا هاد الصور وهاد الفيديوهات. فكيولي مقتنع ان حياته ناقصه وان الاخرين كاملين ناجحين وهو اللي فاشل ومتاخر عن الركب. وهنا كيبدا الاحباط. اما بخصوص البعد الديني والمعتقد اللي خاص الانسان يكون عنده من المنظور الاسلامي المعنى للحياه راه واضح جدا. الله سبحانه وتعالى قال: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. وهذه الايه الكريمه راه ما كتعنيش ان الانسان يبقى ملتزم غير بالظاهر فقط وبالعبادات الظاهره للناس فقط، بل تتعني ان حياته كامله خاص يكون عندها معنى. وهذا المعنى هو انه يكون خاضع لله سبحانه وتعالى في كل صغيره وكبيره في الحياه ديالو. العباده في الاسلام ماشي فقط الصلاه والصيام والزكاه واركان الاسلام الخمس، لا، هي كتقيس جميع الجوانب اللي مرتبطه بحياه الانسان. العمل عباده، طلب العلم عباده، وتربيه الابناء عباده، وخدمه الناس عباده، والتخلق باخلاق حسنه عباده، وتكون انسان مفيد للمجتمع ديالك عباده. يعني الانسان المسلم عنده مشروع كامل وعنده منهج واضح في حياته. الخلاصه اللي نقدروا نخرجوا فيها من هذا الفيديو ان المشكل الحقيقي ديال بزاف ديال الشباب ماشي انهم ما عندهمش الامكانيات، المشكل ان بعضهم ما عندوش اتجاه واضح، ما عندوش رؤيه، ما عندوش جواب على السؤال ديال علاش انا عايش في هذه الحياه. وحيت كيضيع الجواب على هذا السؤال كيبدا اي هدف صغير كيبان كبير، واي فشل صغير كيبان كارثه. اما ملي الانسان كيعرف الرساله ديالو كيولي اكثر صبر واكثر ثبات واكثر قدره على مواجهه الصعوبات. في الختام عندي سؤال واحد غادي نوجهه لكم: الى حيدنا لك الهاتف والانترنت والفلوس والشهره واراء الناس، اشنا هو الهدف اللي يستحق انك تبقى عايش من اجله وتكافح باش تحققه؟
حاول تجاوب على هذا السؤال بصدق بينك وبين راسك، حيث الجواب عليه يمكن يغير لك حياتك كامله. في الحلقه الجايه غادي نهضروا على التعليم، واش فعلا المدرسه والجامعه والمعاهد كيوجدوا الشباب للحياه ولا كيوجدوهم فقط للامتحانات. لو وصلت لنهايه الفيديو خلي لي التعليق ديالك، راه شيء مهم، وما تنساش بارطاجي وجيم. نهاركم مبروك، ليلتكم سعيده، طلعوا لي بريوسكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.